دكتور، دايما المصري بيعتبر أرضه جزء من روحه. ليه الارتباط قوي بالشكل ده؟ وهل تمسكه بالأرض هو سبب أو سر عودته بعد أي هزيمة أو بعد أي أزمة؟ طبيعة الأرض المصرية مختلفة عن أي أرض تانية، وده اللي انعكس على الشعب المصري على مدار التاريخ. أرض مصر أرض خصبة، الوادي النيل دايما بيبقى حواليه الأراضي الزراعية، وبالتالي بتساعد المصري على الاستقرار، وده كان السبب الأساسي في بناء الحضارة المصرية القديمة وبناء الحضارات اللي عاشت على أرض مصر قرون. وده اللي خلى المصري يرتبط بأرضه بشكل غير طبيعي، على عكس أي أقوام تانية، على عكس الأشوريين والبابليين في العراق القديم، على عكس الإغريق والرومان اللي كانوا دايما بيهاجروا وبيسيبوا أراضيهم. ده اللي خلى المصري يرتبط بأرضه بشكل غير عادي، وبالتالي بيشوف إن أرضه دي ملكه، أرضه دي جزء من جزء روحه. منه، من روحه، من تقاليده. كان بيعتبر إن العالم الآخر ما هو إلا انعكاس لأرض مصر اللي بأرض هو عايش مصر. عليها. شايف إن نهر النيل ده هو هينبع في العالم الآخر، وبالتالي أي اعتداء أو أي احتلال على الأرض دي تعتبر تهديد ليه شخصيا، وتهديد لكيانه، وتهديد لهويته.